أهلاً، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة ريحانة. قبل ما نبدأ القصة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان ما تفوتكمش أي قصة. اسمي ريحانة، عندي 28 سنة واتولدت في فصل الربيع. من وأنا صغيرة كنت بحس بنفسي قوية وبعتمد على نفسي في كل حاجة. عمري ما كنت أحب حد يساعدني، ودلوقتي كل اللي حواليا عارفين كده، كأني كنت المفروض اتولدت ولد واتولدت بنت بالغلط. نخش بقى في الموضوع والحدوتة اللي عايزة أحكيها. من وأنا عندي 20 سنة عندي أخت واحدة وبعيش مع ماما وبابا. عيلتنا صغيرة بس أنا اتربيت في عيلة كبيرة. آخر الجنينة اللي ورا بيتنا كان بيشوف على بيت جده، ومن هناك كنت دايما مع ولاد العيلة. كلنا كبرنا مع بعض، يمكن ده السبب في إني بقيت جامدة كده، عشان اتربيت مع ولاد خالتي وخدت من طباعهم. بابا كان ليه بقالة في أول الشارع، وماما كانت بتعمل زبادي في المحل وكانت مشهورة بيه. احنا كنا عايشين في واحد من أحلى وأرق القرى، الهوا فيها يرد الروح. كل يوم كنت أفتح المحل مع بابا وأساعد الزباين. كل الناس كانت عارفاني وبيسلموا عليا. مكان البقالة ما كانش فيه غربة، كله جيران. كذا مرة سمعت ستات من الجيران بيقولوا بدل ما تذاكر بتشتغل زي الولاد، بس بصراحة ما كنتش بهتم ولا كأني سمع حاجة. لو هتكلم عن شكلي، عندي عينين ملونة وبشرتي بيضة وفيها نمش من الشمس. في يوم فتحت المحل بدري قبل بابا ووقفت أبص على الشارع، شفت بنات الثانوي ماشيين مجموعات رايحين المدرسة. قلت جوايا يا ريتني كنت مكانهم، بس على طول افتكرت إني دايما كنت عايزة أساعد بابا عشان ما يتعبش. عشان كده ما كملتش تعليمي غير لحد تانية ثانوي وسبت المدرسة. بس وأنا بشوف البنات وهم لابسين لبس المدرسة قلبي كان نفسي أروح معاهم. الناس فاكرين إني ما حبيتش التعليم عشان كده بطلت، بس الحقيقة إني سبته عشان بابا. كنت عايزة أبقى الولد اللي مجاش وأسنده. تنهدت وكملت أحل في الكلمات المتقاطعة. ما عداش شوية غير ولقيت حد واقف في المحل. رفعت راسي وبصيت له، من شكله وتيابه كان باين مسافر ومش من هنا. سلمت عليه ببرود وسألته عايز ايه؟ فتح فريزر الايس كريم وفضاه تقريبا، حطهم على الترابيزة واستنى أحاسبه. بصيت وراه لقيت كذا ولد في سنه مستنيينه. واحد فيهم نداله وقال يا ليدر يلا بقى، لحد امتى؟ قبل المغرب لازم نكون عند العربية. قلت لنفسي فعلا دول مسافرين، شكلهم فريق سياحي. كنت هسأله حاجة بس مسك الكيس وخرج بسرعة ولسه صوته بيدوي اتفضلوا، الخسارة اللي خسرتها بالهنا. رفعت حاجبي وبصيت على عربيتهم وهي ماشية. قد ايه كنت نفسي أسافر وأطلع للطبيعة، بس في عيلتنا الكلام ده للبنات ممنوع حتى التفكير فيه. تنهدت وكملت جدولي. طول الليل الأفكار بتلف في دماغي. كنت مصممة أعمل حاجة، زهقت من الروتين، نفسي أغير حياتي، أكمل تعليمي وأتعلم مهنة وأنجح فيها. الأفكار كانت هتجنني. غطيت نفسي بالبطانية وغمضت عيني. تاني يوم صحيت متأخر، ما كانش ليا نفس لأي حاجة. كنت حاسة بتعب نفسي مش جسدي، نفسي أهرب من كل حاجة يومين 3. قمت بالعافية لما ماما نادتني. قعدت على الفطار ماسكة كوباية الشاي وببص في البخار. ماما قالت مالك يا بنتي، تعبانة؟ قلت جوايا أيوة تعبانة من جوه، جسمي سليم بس روحي عايزة راحة. رفعت راسي وبصت لها. ماما ردت نعم يا قلبي. كملت كان ليكي خالة كانت عايشة لوحدها وكانت بتزورنا كده كل فترة. ماما هزت راسها وقالت خالتك هاجر. ابتسمت وقلت أيوة خالتك هاجر. سألته ماما عندك خبر عنها؟ ماما شربت شوية شاي وقالت لا يا بنتي، والله بقالنا كتير ما سمعناش عنها حاجة. كل اللي أعرفه إنها عايشة لوحدها وبيجيلها حد يومين 3 في الأسبوع يعمل لها شغل البيت ويمشي. قلت لها ليه؟ في إيه حصل؟ افتكرت خالتي الكبيرة وابتسمت لماما وقلت ينفع أروح أقعد عندها كام يوم؟ أول ما ماما كانت هتعترض قطعت كلامها بسرعة وقلت ماما والنبي أنا محتاجة الوحدة دي، عايزة أقعد مع نفسي شوية، بالله عليكي كده أنا هتهدى وخالة هاجر كمان مش هتبقى لوحدها. ماما بصت لي وقالت أنا ما عنديش مانع، روحي قولي لبابا، لو وافق روحي بكرة على طول.
الكلمة دي خلتني أطير من الفرحة. وإحنا صغيرين كنا بنزور خالة هاجر كتير، بيتها كان كبير وجميل وهي كانت ست طيبة وبتحبنا جدا. مجرد فكرة إني هقعد لوحدي شوية وأفكر في مستقبلي كانت مخلياني مبسوطة. افتكرت بابا فقمت ورحت على البقالة. أول ما وصلت سلمت عليه ومسكت المقشة ونظفت المحل. بابا كان بيكتب طلبات البضاعة. يومها الزباين كانوا كتير وما قدرتش أكلم بابا على راحتي. أول ما لقيت فرصة قربت منه وقعدت جنبه وقلت بابا فهم من نبرة صوتي إن في طلب فابتسم وقال: عايزة إيه يا بنتي؟ دللت نفسي عليه شوية وقلت: بابا عندي طلب والنبي ما تقوليش لأ. رفع حواجبه وقال: طيب خير. معرفش ليه حسيت بالعبرة وقلت: بابا ممكن أروح أقعد عند خالة هاجر كام يوم؟ هي طبت الوحدة وأنا كمان. ما سيبنيش أكمل وقال: في حاجة مضايقاكي؟ حد زعلك؟ هزيت راسي وقلت: لا، بس نفسي أقعد لوحدي أفكر في مستقبلي، نفسي أبقى حد تفتخروا بيه. مسح على راسي وقال: إحنا أصلا فخورين بيكي يا بنتي. كلمته دي فرحتني قوي وكمل: بس يا ريحانة إنك بدأتي تفكري في مستقبلك ده يفرحني، ولو عايزة تروحي روحي. جريت على البيت بأسرع ما أقدر وناديت على ماما طلعت بسرعة وقالت: إيه يا ريحانة خوفتيني؟ مسكت دفتر التليفونات وقلبت فيه. ماما سألت: بتعملي إيه؟ قلت: ليه رقم خالة هاجر مش موجود؟ ماما قربت مني وقالت: يعني بابا وافق؟ قفزت في حضنها: أيوة وافق، ممكن تكلمي خالة هاجر وتقولي لها إني جاية بكرة؟ ابتسمت وقالت: حاضر هكلمها. ليه كنت مبسوطة كده؟ حتى أنا نفسي ما كنتش فاهمة. يمكن عشان حياتي بقالها سنين ما اتغيرتش وفكرة التغيير كانت مفرحاني. ابتسمت لماما ورحت أرتب شنطتي. أول حاجة أخدتها كانت دفتر فاضي كنت عايزة أكتب فيه أهدافي وخططي. اخترت لبس أسبوع وقفلت الشنطة. قعدت على الأرض وحضنت ركبتي وبصيت في الفراغ. دي كانت أول مرة أسافر من غير أهلي. كنت متأكدة إني هتعلم كتير. وأنا سرحانة ماما فتحت الباب وقالت: يا ريحانة كلمت خالتك هاجر، فرحت قوي وبتقول مستنياكي. الليلة دي ما نمتش من كتر الحماس. تاني يوم الصبح جه بسرعة. ماما وصت عليا كتير وفي الآخر داقي خالي وافق يوصلني ويزور خالته في نفس الوقت. بيت خالة هاجر كان بعد بلدتين، يعني الطريق قريب، بس بالنسبة لي كان زي رحلة. الطريق كان واسع وأنا كنت ببص حواليا بانبهار. أنا وداقي طول الطريق اتكلمنا عن ذكريات زمان وضحكنا كتير. أول ما وصلنا لآخر شارع بيت خالة هاجر شفت البيت كان بالظبط زي بيوت الأفلام، شجر السرو طالع فوق السور ومديه منظر جميل. نزلنا من العربية وخبطنا على الباب. واحدة ست في منتصف العمر فتحت، شكلها الممرضة اللي بتجيله كل أسبوع. سلمنا ودخلنا. خالة هاجر كانت واقفة عند باب الصالة متكئة على عصاها وبتبتسم لنا. أول ما وصلنا رحبت بينا بحرارة ودخلنا البيت. البيت كان قديم بس شيك. جوزها الله يرحمه كان ضابط كبير وصوره كانت مالية الحيطة. كنت سرحانة وأنا بتفرج على البيت وخالة هاجرة كانت بتتكلم مع دائي بحماس. فقت على صوت الممرضة وهي بتحط صينية الشاي قدامي. شكرتها ومسكت كباية الشاي ورجعت أغوص في أفكاري. لما سمعت دائي بيقول إنه لازم يمشي رفعت راسي وبصيت عليهم وقمت أودعه. وبعد ما مشي خالة هاجر أشارت لي على الكرسي اللي جنبها وطلبت أقعد. قربت منها وبصيت في وشها، كانت شبه ستي الله يرحمها قوي. من غير ما أحس عيني دمعت. مسحت على شعري وقالت: مالك يا خالتي؟ لسه ما عداش وقت، اشتقتي؟ هزيت راسي ومسحت دموعي وقلت: لا خالتي، افتكرت ماما سامية. ضحكت وقالت: طب يا بنتي اعتبري البيت ده بيت جدتك، خدي راحتك. وانتي مش عارفة أنا فرحت قد إيه لما مامتك قالت إنك جاية تقعدي معايا، واوعي تفكري تمشي قريب، أنا مش هسيبك. مسكت إيديها وضغطت عليهم بابتسامة. بعد كده وروني أوضتي وخدت دش وافترشت على السرير وبصيت للسقف وسرحت تاني. الحوشة اللي ورا بيت خالة هاجر بيطلع على البحر، وأنا كنت حاطة خطط كتير للأيام اللي هقضيها هنا. قمت جبت الدفتر اللي جايباه معايا ونزلت للحوش بعد ما قلت للخالة إني رايحة ورا.
كانت الشمس قربت تغرب. رحت على الشط وقلعت الجزمة عشان أحس ببرودة المية. قعدت على حجر وولعت الدفتر وبدأت أكتب. أنا من وأنا صغيرة كنت ببدأ أي خطوة بذكر ربنا وبطلب منه التوفيق، وعشان كده بدأت الكتابة باسمه. كنت مالية صفحتين تقريبا ومندمجة جدا لحد ما سمعت صوت ضحك شباب وبنات ورايا. لفيت لقيت مجموعة جاية على البحر. كنت هقوم وأرجع بس قلت هم مالهم ومالي، ورجعت أكمل. بس صوتهم العالي كان مشتتني. كانوا واقفين حلقة وبيضحكوا من قلبهم. ركزت شوية ووش واحد فيهم كان مألوف. هو اللي اشترى آيس كريم من البقالة، اللي علوله ليدر. فضلت أبص عليهم بفضول. الحاجات دي كانت جديدة عليا، عمري ما كنت جزء من مجموعات زي دي. الدنيا ضلمت. قمت نفضت هدومي ورجع على البيت. مشيت خطوات بسيطة بس حسيت بحاجة جوايا بتشدني. ليه أرجع؟ ليه ما جربش؟ ليه ما كنش واحدة منهم؟ رجعت تاني. واحدة من البنات شافتني راحت قالت للليدر، وفجأة كلهم بصولي. شديت بنفسي وقربت منهم ووقفت عندهم وقلت مساء الخير. الليدر وقف وقال اتفضلي. اتلخبطت شوية بس جمعت نفسي وقلت ينفع نتكلم لوحدنا؟ وأشرت ورايا. مشي ورايا ولما بعدنا عن المجموعة وقفت وقدمت نفسي. أنا اللي شفتوني يوم البقالة. بصراحة نفسي أنضم للمجموعة بتاعتكم. سألني عن سني. أول ما قلت 20 هز راسه وقال معظم الرحلات اللي بنعملها مش مناسبة لسنك، وكمان محتاجة تدريب. بس أنا كنت مصممة. لما شاف إصراره قال بصي، إحنا بكرة طالعين جبل مع نفس الفريق، وإنتي من هنا تعالي تعرفي على الشباب والباقي على ربنا. كنت سرحانة وأنا بتفرج على البيت، وخالة هاجرة كانت بتتكلم مع دائي بحماس. فقت على صوت الممرضة وهي بتحط صينية الشاي قدامي. شكرتها ومسكت كباية الشاي ورجعت أغوص في أفكاري. لما سمعت دائي بيقول إنه لازم يمشي، رفعت راسي وبصيت عليهم وقمت أودعه. وبعد ما مشي خالة هاجر أشارت لي على الكرسي اللي جنبها وطلبت أقعد. قربت منها وبصيت في وشها. كانت شبه ستي الله يرحمها قوي. من غير ما أحس عيني دمعت. مسحت على شعري وقالت مالك يا خالتي، لسه ما عداش وقت، اشتقتي؟ هزيت راسي ومسحت دموعي وقلت لا خالتي، افتكرت ماما سامية. ضحكت وقالت طب يا بنتي اعتبري البيت ده بيت جدتك، خدي راحتك. وانتي مش عارفة أنا فرحت قد إيه لما مامتك قالت إنك جاية تقعدي معايا، واوعي تفكري تمشي قريب، أنا مش هسيبك. مسكت إيديها وضغطت عليهم بابتسامة. بعد كده وروني أوضتي وخدت دش وافترشت على السرير وبصيت للسقف وسرحت تاني. الحوشة اللي ورا بيت خالة هاجر بيطلع على البحر، وأنا كنت حاطة خطط كتير للأيام اللي هقضيها هنا. قمت جبت الدفتر اللي جايباه معايا ونزلت للحوش بعد ما قلت للخالة إني رايحة ورا. كانت الشمس قربت تغرب. رحت على الشط وقلعت الجزمة عشان أحس ببرودة المية. قعدت على حجر وولعت الدفتر وبدأت أكتب. أنا من وأنا صغيرة كنت ببدأ أي خطوة بذكر ربنا وبطلب منه التوفيق، وعشان كده بدأت الكتابة باسمه. كنت مالية صفحتين تقريبا ومندمجة جدا لحد ما سمعت صوت ضحك شباب وبنات ورايا. لفيت لقيت مجموعة جاية على البحر. كنت هقوم وأرجع بس قلت هم مالهم ومالي، ورجعت أكمل. بس صوتهم العالي كان مشتتني. كانوا واقفين حلقة وبيضحكوا من قلبهم. ركزت شوية ووش واحد فيهم كان مألوف. هو اللي اشترى آيس كريم من البقالة، اللي علوله ليدر. فضلت أبص عليهم بفضول. الحاجات دي كانت جديدة عليا، عمري ما كنت جزء من مجموعات زي دي. الدنيا ضلمت. قمت نفضت هدومي ورجع على البيت. مشيت خطوات بسيطة بس حسيت بحاجة جوايا بتشدني. ليه أرجع؟ ليه ما جربش؟ ليه ما كنش واحدة منهم؟ رجعت تاني. واحدة من البنات شافتني راحت قالت للليدر، وفجأة كلهم بصولي. شديت بنفسي وقربت منهم ووقفت عندهم وقلت مساء الخير. الليدر وقف وقال اتفضلي. اتلخبطت شوية بس جمعت نفسي وقلت ينفع نتكلم لوحدنا؟ وأشرت ورايا. مشي ورايا ولما بعدنا عن المجموعة وقفت وقدمت نفسي. أنا اللي شفتوني يوم البقالة. بصراحة نفسي أنضم للمجموعة بتاعتكم.
سألني عن سني. أول ما قلت 20 هز راسه وقال معظم الرحلات اللي بنعملها مش مناسبة لسنك وكمان محتاجة تدريب. بس أنا كنت مصممة. لما شاف إصراره قال بصي، إحنا بكرة طالعين جبل مع نفس الفريق، وإنتي من هنا تعالي تعرفي على الشباب والباقي على ربنا. وصلت لحد أول الطريق وكنت بتمنى عربية تعدي وتاخدني لحد قريب من البلد، بس مفيش فايدة، كنت خلاص يأست. مشيت شوية لحد ما سمعت صوت بوق عربية من ورايا. نور أمل ولع جوه قلبي، ولما شفت كريم هو السواق ابتسامة طلعت على شفايفي من غير ما أحس. وقف جنبي وطلب إني أركب، وأنا ما ضيعتش الفرصة وركبت بعد ما شكرته. بينا كانت ساكتة لحد ما هو كسر السكوت وسألني على العنوان. كنت بصة قدامي وما ردتش، ولما قربنا من بيت خالة هاجر طلبت منه يوقف وقلت له إني هكمل باقي الطريق لوحدي. نزلت من العربية بس ناداني. رجعت له ووقفت عند الشباك وبصاله مستنية يقول عايز إيه. سكت شوية وقال ينفع آخد رقم موبايلك؟ اتكسفت قوي وبصيت في الأرض وقلت أنا ما عنديش موبايل. رفع حواجبه باستغراب وقال لا كده انتي بتهزري. ولما شاف سكوتي فهم إني بقول الحقيقة. سلمت عليه ومشيت. عدى كام يوم من يوم الجبل وأنا مستنية مكالمة منهم. كانت ليلى المفروض تتصل ببيت خالة هاجر وتقولي ميعاد الخروجة اللي بعدها، بس مفيش أي خبر. أسبوع أجازتي كان بيخلص وده كان مضايقني أكتر. كنت قاعدة على الكنبة حضنة ركبي وسرحانة لحد ما خالة هاجر نادتني وقالت لي يا بنتي انزلي هاتي عيش طازة من أول الشارع. قمت لبست وخرجت من البيت. أول ما وصلت أول الشارع سمعت صوت بوق عربية، ما اهتمتش وكملت طريقي. فجأة سمعت صوت حد بينادي ورايا. لما اتلفت شفت كريم. اتجمدت في مكاني، ما قدرتش أقرب، فحرك عربيته وجه جنبي. طلب إني أركب. بعد تردد بسيط ركبت وأنا بصة لتحت وبلعب في ضوافري مستنية هو يبدأ الكلام. ناداني وقال ريحانة ريحانة، أنا جيت هنا عشان موضوع مهم، يمكن تصدقي ويمكن لأ، بس أنا كل يوم كنت بوقف هنا مستني يمكن تعدي عشان أكلمك. من يوم ما شفتكي ما طلعتيش من دماغي لحظة. كنت مصدومة وبصاله بعيون واسعة. كمل كلامه وقال ريحانة أنا مش عيل، أنا عارف أنا بحس بإيه، انتي بس قولي موافقة وأنا بكرة الصبح آجي خطبة رسمي. وأنا كنت ساكتة. كل اللي قدرت أقوله إحنا ما نعرفش بعض كويس والجواز مش بالساهل ده. قال بهدوء معاكي حق، يمكن نقول لسه معرفة قليلة، بس أنا ما كنتش قادر أكتم أكتر من كده وقررت آخد الخطوة. قعدنا نحكي حوالي ساعة، ولما افتكرت خالة هاجر والعيش ودعت كريم ونزلت أجيب العيش وأرجع. وصلت البيت وخالة سألتني عن تأخيري وقدرت أبرر لها الموضوع. افتكرت هدية كريم اللي اداهالي قبل ما نمشي. جريت على الأوضة وفتحت الشنطة لقيت موبايل جديد. قال لي إن ده عشان نعرف بعض فترة وبعدها يتقدم رسمي. عدى شهرين تقريبا وإحنا بنتكلم. تاني يوم رجعت بيتنا. كل حاجة كانت ماشية زي الحكايات. كل يوم الصبح أول لما أفتح باب الدكان ألاقي كريم واقف مستنيني. كان باين عليه الجد وطلب مني نحدد يوم وتيجي والدته للخطوبة. وفعلا اديته رقم البيت عشان والدته تتصل، لكن الأيام بتعدي ومفيش أي خبر. حتى كريم بطل يجي الدكان. قلبي كان مقبوض وحسيت إنه حصل له حاجة. اتصلت بيه كام مرة الموبايل مقفول. قلبي كان بيدق من الخوف. في يوم وأنا قاعدة مع ماما وأختي سمعنا صوت ست من الحوش بتناديني. باب البيت أغلب الوقت بيكون مفتوح، فواضح إنها دخلت. قمنا كلنا نشوف مين. كانت بتزعق بأعلى صوتها. وقفت في عتبة الباب وقالت انتي ريحانة؟ اتقدمت وقلت أيوة أنا، خير. رفعت حاجبها وقالت بصوت مليان غضب انتي اللي دخلتي حياة ابني، انتي اللي خربتيها، ابني اللي زي الورد سبتيه يسيب خطيبته. من الكلام اللي سمعته فهمت إن أم كريم هي اللي واقفة قدامي وسمحت لنفسها تقول الكلام ده. وقفت قدامها ومنعتها تكمل وقلت يا مدام انتي دخلتي بيت الناس من غير إذن وبتقولي أي كلمة تيجي على بالك. الأول شوفي بتتكلمي مع مين.
أنا بنت معروفة في المنطقة دي والناس كلها عارفة أهلي وسمعتنا، فلو سمحتي خلي بالك من كلامك. كانت هتتكلم تاني، قلت لها أولا أنا ما دخلتش حياة حد، وعلى حد علمي ابنك مش مخطوب، ولو في أي رغبة في الجواز فهي كانت من ناحيته هو. الكلام وجعها فقالت أيوة مش مخطوب، بس كان مفروض يتخطب لبنت خالته، مش عارفة انت طلعتي منين وخربتي كل حاجة، ودلوقتي ابني الساذج مصر يقول عايز البنت دي بس. كنا ساكتين بنسمع كلامها لحد ما بابا دخل من باب الحوش وقال في ايه هنا؟ صوتكم وصل ل7 شوارع، والست دي مين؟ أول ما شفت بابا الخوف مسكني، مش عارفة هيتصرف ازاي. بابا مش قاسي بس شديد وقت الجد، وسمعة البيت عنده أهم من أي حاجة. استنيت أي رد فعل، كنت مجهزة نفسي لكل حاجة. غمضت عيني وسمعت خطواته وهو واقف جنبي. سأل أم كريم يا مدام ايه سبب الصريخ ده؟ سعاد أم كريم حكت له كل اللي كانت بتقوله. سكوت لحد ما بابا قال يا مدام البيت ده ليه حرمة، ما ينفعش تدخلي وتزعقي على بنتي، ولو كلامك صح خلاص اعتبري ما حصلش، بس لو نيتكم خير يبقى من بابه، واحنا أهل وبيتنا مفتوح. اتصدمت من كلام بابا بس قلبي كان بيبتسم، حسيت اني محمية. سعاد قالت مع السلامة بالعافية وخرجت. بابا أول ما خرجت بصلي بوش مكدر ووبخني عشان اتعرفت على ولد غريب، بس ما همنيش، كفاية انه وقف جنبي قدامها. سكت قدام كلام بابا. عدى كام يوم وانا حتى مش قادرة ابص في عينيه، وكنت بالكاد بخرج من الأوضة، لحد ما في يوم وقت الغدا بابا قال الولد ده كويس. رفعت راسي وبصيت له متفاجئة. قال وانا فاتح الدكان جه شاب وقال عايز يتكلم معايا. فهمت انه هو، عجبني صدقه وشجاعته. سمعت منه كلام رجال. اديته ميعاد آخر الأسبوع يجي يخطب رسمي، بس شرط يجي مع أمه. قلت له من غير والدتك محدش هيخش البيت. كنت في عالم تاني، مبسوطة مذهولة مش مصدقة إنه فعلا راح لبابا. قمت واتصلت بيه، بس زي الأيام اللي فاتت مفيش رد. غريب ليه مش بيرد؟ سبتله رسالة صوتية. كان يوم 4 والجمعة قربت، قلبي بيتنطط. هل هيجي؟ هل قدر يقنع أمه؟ طب ليه مش بيرد؟ وحشتني وكنت عايزة أشوفه. ما قدرتش أسأل بابا عن الخطوبة، استحييت، لازم أستنى كريم هو اللي يقول. وفي الفترة دي كنت لقيت مدرسة خصوصي تذاكر معايا السنتين اللي فاتوا وأجيب شهادة الثانوية وأدخل الجامعة. كنت مصممة إني أنجح. قبل ما أنام بابا دخل وقال بصي يا بنتي الخطوبة بكرة، روحي مع أمك اشتري اللي يعجبك. خرج وأنا دموعي نازلة واحدة ورا التانية، فرح خوف صدمة كله مع بعض. كنت مبسوطة بس متضايقة من نفسي، دموعي بقت قريبة قوي اليومين دول. لازم أقوى، لازم أبطل ضعف، لازم أوري أم كريم مين أنا مش بنت يتكلموا عليها زي ما يحبوا. يوم الخطوبة جه، كريم وأمه كانوا قاعدين قدامي، وبابا كان بيتكلم وبيحط شروطه. رفعت راسي فجأة وبصيت لكريم. بجد كنت داخلة على الجواز. بعد ما الخطوبة خلصت وميعاد كتب الكتاب اتحدد، كريم وأمه مشوا. اتفقنا إن الشهر الجاي هنعمل العقد ونبدأ حياتنا. قبل ما أفهم اللي بيحصل لقيت نفسي قاعدة قدام المأذون وهو بيطلب مني أقول نعم، ولما قلتها الكل سقف. ومن اللحظة دي رسمياً حياتي مع كريم ابتدت. بسبب مشاكل مادية كانت عند كريم اضطرينا نعيش شوية في سويت اللي فوق بيت أمه لحد ما ربنا يسهل ونمشي. مع إني ما كنتش راضية أعيش مع حماتي، بس ما كانش في حل تاني. عدى 5 شهور على جوازنا وما كانش في مشاكل غير هي. في الأول كنت بزعل قوي، بس دلوقتي بقت ما تفرقش، حط على طباعها. كانت دايما مكشرة وتضايقني وتقلل مني قدام الناس، أو تعمل عزومات وما تعزمنيش وكأني مش مرات ابنها الوحيدة. كل ده كان بيزعلني، بس مع الوقت بقيت أرد عليها زي ما هي بتعمل. يوم وقت الظهر كريم رجع من الشغل وكان شكله غريب. دخل المطبخ وقال ماما عندها عزومة بالليل وعزمانة. رفعت حواجبي وقلت أنا مش رايحة. مسك إيدي وقال لي مكسوف علشان وافقت، ودي كانت أول مرة أدخل عزومة عندها. وأنا بجهز السفرة قال لي روحي ساعديها، خلاص بقى صالحيها، عيب قدام الناس، خليهم يشوفوا إن اختياري ما كانش غلط. كلامه رقق قلبي ووافقت أروح بعد الغدا. بعد الأكل كريم راح يرتاح وأنا خدت مفتاح بيت أمه من جيبه ونزلت. أول ما فتحت الباب سمعت صوت جاي من الجنب
واتبعت الصوت، ولما قربت من أوضتها شفت منظر خلاني أتجمد من الصدمة. كانت ماسكة إزازة شامبو في إيدها، ولما شافتني اتفزعت وقفلت باب الأوضة بسرعة وقالت كلمتين تحت لسانها، بس أنا معلقتش، لسه في صدمة اللي شفته. قعدت على الكنبة مستنية أشوف مين هيطلع. بعد ثواني الباب اتفتح وطلعت بوش مكشر. كانت هتبدأ تهددني، بس أنا سبقتها وقلت لو فضلتي تعملي كده وتقلبي كريم عليا أنا هتكلم وهقول للي شفته. كنت بتكلم بمنتهى الجدية لدرجة إنها صدقت وتربكت وبقت قدامي عاملة زي العيال. وتاني يوم في العزومة كانت بتلف حواليا زي الفراشة، والناس كلها مستغربة خصوصا كريم، وأنا ساكتة مستمتعة بالموقف، بتضحكلي وبتدلعني، خايفة أفتح بقي وأفضح سرها. بعد العزومة كريم سألني مليون مرة ماما ليه بتتصرف كده؟ حصل إيه؟ وأنا كل مرة أغير الموضوع. ليه أكذب؟ كنت مبسوطة بالوضع. عدى 6 سنين على جوازنا، بس حسرة الأمومة كانت مالية قلبي. رحنا لدكاترة كتير مفيش فايدة، اتعبت وزعلت وبكيت كتير، ومع ذلك حماتي اللي كانت زمان بتوجعني بكلامها بقت تبكي معايا، وبقت تدور على أي دكتور ممكن يساعدنا. كانت بتتصرف كأنها أمي بجد، حتى لو جزء من ده كان خوف منها إني أفضح سرها. دخلت في فترة اكتئاب، بس كريم وأهلي وحماتي ما سابونيش لحظة. كانت تجيب لي هدايا وتعمل كل حاجة عشان تفرحني، وبقينا خلاص زي الأم وبنتها، لا تهديد ولا خلاف. وبجد قبلتني ككنتها وبقت عايزة تعمل لي أم. لحد ما في يوم لقت دكتورة مشهورة وكل اللي راحوا لها خرجوا مبسوطين. لبسنا بسرعة وسافرنا على المدينة اللي هي فيها. قعدنا هناك حوالي أسبوعين، عملنا كل التحاليل واتبعنا كلام الدكتورة بالحرف. وبفضل ربنا وبفضل الدكتورة وبفضل سعي حماتي ربنا رزقنا بولد. الفرحة دي أنا مديونة لها. صح، أولها كنا بندس لبعض كأننا أعداء، لكن بعد السنين دي كلها ربنا علمني درس كبير، ما نحكمش على حد بسرعة، ولما نقدر نكون طيبين ليه نختار الزعل والخصام. شكراً لإنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم، بحبكم جداً. للقصة الجاية، مع السلامة.